التلامسات والسلوكيات التي يمكن أن تحدث بين اتنين بيحبوا بعض جدا، مشاعرهم قوية جدا كل واحد تجاه الآخر. بلا شك ان ده بيرتبط باستثارة عاطفية واستثارة جنسية عند الولد والبنت. طبعا بالنسبة للبنت استثارة العاطفية يصاحبها استثارة جنسية. مع الولد ممكن الاستثارة جنسية دون استثارة عاطفية، لكن لو في استثارة عاطفية برضو ده بيدفعه دفعا نحو الاستثارة الجنسية. فعشان كده مع اتنين بيحبوا بعض أعتقد مجربين جدا بأنه يتمادوا في التلامسات مع بعض ويصل إلى تلامسات لها طبيعة جنسية. وهنا في نقطتين لازم نذكرهم. أولا أنه بطبيعة استثارة العاطفية انه الانسان معياره الاخلاقي بيقل. لما كل ما بيستثار عاطفيا قوي كل ما قدرته على تقييم الصح والغلط بتقل، فانا معرض جدا لهذا الامر. ثم النقطة الثانية انه لو استسلمنا لهذا الامر، لهذه التلامسات ذات الطبيعة الجنسية، هذا ليس لصالحنا مطلقا. مش بس بتكلم من البعد الديني. البعد الديني طبعا هذا سلوك غير مرغوب فيه، وهو شهوة وخطية وإلى آخره، لكن أنا بتكلم على نجاح جوازهم في المستقبل. هل هذه التلامسات هل هتبقى دعم لعلاقة أنجح أم خصم من علاقة ناجحة؟ أغلب الوقت بتؤثر سلبيا على نجاح الجواز، لأنه دايما بيخطر في بال الإنسان طيب هذه الفتاة التي استسلمت لي وسمحت لي بهذه التلامسات، أو هذا الشاب اللي خد مبادرات إنه هو يتلامس معايا أو يعمل تصرفات ليها طبيعة جنسية، طب مش هو احتمال يكون عمل كده قبل كده مع حد تاني؟ طيب بعد كده لما بنتجوز بسنة ولا 2 ولا 10 مش ممكن يعملها مرة تانية؟ واضح انه عنده اخلاقيات تسمح بهذا، تسمح بهذه السلوكيات. هي سمحت لي ان انا اقبلها ولا المسها لمسة ما، طب يعني اخلاقياتها سمحت بهذا آنذاك في الخطوبة أو قبل الخطوبة، طب ليه ما تسمح لهاش أخلاقياتها في المستقبل مع حد تاني؟ فعشان كده دايما بتبقى بتأثر سلبيا على الارتباط، دايما بتحط بذرة الشك وعدم الثقة بينهم، والثقة دي حاجة أساسية بيبنى عليها العلاقة الناجحة. فمن الأفضل جدا أن نقاوم هذه الرغبة العارمة لهذه التلامسات، لأن هذا لصالحنا في المستقبل.